السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات المنحة التركية. للي أول مرة يشوفني فأنا مؤمن أصلان بدرس في المنحة التركية ودي تاني سنة ليا. حرفيا الفيديو ده هشارك فيه كل حاجة لها علاقة بتجربتي كواحد بيدرس في تركيا كطالب أجنبي. من ناحية بقى الحياة الثقافية، الحياة الاجتماعية، ناحية العادات، من ناحية الخدمات، الأكل، المواصلات، الإنترنت، كل حاجة حرفيا هشاركها في الفيديو ده. فهو فيديو ملوش علاقة قوي بالمنحة، هو الفيديو له علاقة بأي حد عايز يجي يدرس في تركيا، عشان يكون عارف هو يعني داخل على ايه او متوقع ان هو يخش على ايه بالظبط، يعني من ناحية كل الحاجات دي يعني وكده. عشان ما اطولش بقى في المقدمة وكده ومن غير كلام كتير، يلا بينا نبدأ الفيديو. خلينا نبدأ الكلام كده من اول خالص. انت في اي مكان جديد بتروحه بيكون عندك انطباعات اولية عن المكان ده، من الحاجات الاولية اللي انت بتشوفها في المدينة اللي انت بتروحها يعني، بالاضافة طبعا لتوقعات انت بتكون بنيها قبل ما تروح المكان ده. يعني مثلا تكون متوقع ان تركيا دي جنة ومكان ملوش زي. هي تركيا جميلة بصراحة يعني، وبالمناسبة أصلا أغلب الأتراك بيعتقدوا كده. عادي مفيش مشكلة، يعني واحد وبيعتقد إن بلده أحسن بلد في الدنيا. بس أنا حصل أصلا معايا موقف يعني واتسألت السؤال ده. كنا في الفصل يعني والمدرسة في اللي هي السنة بتاعت اللغة وكده كانت بتسأل كل واحد سؤال معين والمفروض إن هو يجاوب عليه بالتركي. فالسؤال كان كالآتي يعني: بعض الناس بيعتقد إن تركيا دي جنة في الأرض ومش عارف إيه. فأنت إيه رأيك في الكلام ده؟ قلت لها تركيا جميلة جدا والله وعلى راسي وكده. قلت لها بس مش لدرجة جنة يعني. امال مصر راحت فين من كل الكلام ده؟ الدنيا يا جماعة فين؟ فده مثلا من أحد التوقعات. بس أنا بالنسبة لي الأهم اللي احنا نتكلم على الانطباعات الأولية اللي أنت هتشوفها يعني. في الأول كده كحد عربي جاي يعيش في تركيا، أنت مش هتشوف في فرق كبير قوي بين تركيا والبلد اللي أنت جاي منها. هتحسهم كده عرب كأنهم بيتكلموا تركي. طبعا دي مبالغة طبعا كبيرة شوية، بس أنا كنت حاسس كده في الأول يعني. أصل اللغة قريبة جدا من العربي، العادات قريبة برضو جدا. يعني في الديانة طبعا إسلام طبعا زي الدول العربية يعني، فحرفيا كل حاجة حرفيا واحدة يعني. لكن مع الوقت بقى بتبدأ تكتشف الاختلافات اللي في عاداتهم، من ناحية الأكل بقى، من ناحية اللبس، من ناحية الحاجات اللي بيحبوها اللي بيكرهوها، كل الكلام ده. طب عشان بس نخلص من النقطة دي خلينا نشوف احنا عايزين نطلع منها بإيه بالظبط. من ناحية التأقلم على الثقافة بتاعت الأتراك وكده، ما أظنش إن الموضوع ياخد منك وقت كبير قوي، لأن زي ما لسه قايل هي تقريبا أغلب الحاجات أصلا قريبة جدا من العرب. فمجرد ما تعرف تتكلم اللغة بتاعتهم بس، ما أظنش إن أنت هيكون عندك أصلا خلاص أي مشاكل يعني من ناحية التأقلم وكده. نيجي بقى للسؤال الأكثر شيوعا وأكتر سؤال أنا بتسأله: معاملة أهل البلد للأجانب عاملة إزاي؟ هل الأتراك عنصريين؟ هل الأتراك إيه؟ هل الأتراك إيه؟ ببساطة أنت كواحد جاي يدرس، فأنت هتعمل معاملة عادية جدا، كعنصرية نسبتها ضئيلة جدا. أنا عن نفسي أصلا ما حصليش أي موقف شخصي أبدا يعني. طبعا في ناس حواليا ممكن يكون حصل معاهم يعني حالات فردية يعني وكده. ولكن طبعا في أي مكان فيه الحلو وفيه الوحش، دي نقطة مفروغ منها يعني. بس في نقطة أنا هقول لك عليها يعني. دلوقتي هل أنت مهتم يعني إن أهل البلد دول أو الناس عامة شايفاك إزاي يعني؟ ما تديش الناس عامة أكبر من حجمها يعني في عنصرية أو لا، أنت مش مهتم عامة إن هم شايفينك إزاي يعني. أنت من أي بلد جاي منها في العالم يعني أنت جامد يعني، فمش مهتم برأي أي حد فيك يعني. بس فده بالنسبة للنقطة دي يعني. خلينا نتكلم بقى اجتماعيا عن العلاقات اللي هتعملها واصحابك سواء من الاتراك او الاجانب وكده. خلينا نفترض دلوقتي ان انت واحد جاي مش عارف اي حاجه في التركي غير الارقام وكام جمله بسيطه كده. فطبيعي ان انت مش هيكون عندك اصحاب اتراك اكيد في الاول يعني. انت الدايره اللي هتكون حواليك هتكون عباره مثلا عن العرب اللي حواليك يعني. انت مثلا عارف انجلش، ساعتها الدايره بتاعتك هتكبر شويه، هتضمن مثلا الناس اللي جايين من افريقيا، الناس اللي جايين من اوروبا، تمام. ولو حتى اللغه بتاعتك وليكن الانجليش او الفرنش او اي لغه يعني انت عارفها، هي اللغه بتاعتك مش احسن حاجه، حاول انك تتواصل مع الناس اللي حواليك يعني. الناس عامه مهما كان مستوى اللغه بتاعتك مش هيقلسوا عليك، مش هيتريقوا. فانت حاول تتواصل بس وهم هيساعدوك عامه في الكلام وكده، واللغه بتاعتك اصلا هتتطور مع الوقت. طب نيجي بقى لدايره مهمه جدا جدا من وجهه نظري، وهي الناس حبايبنا اللي من دول وسط اسيا، والله بحبهم جدا يعني. الناس اللي من اوزبكستان، كازاخستان، تركمانستان، خلاص يعني كفايه كده الفكره وصلت. دول بيجوا اصلا عارفين تركي وفي منهم عارف شويه انجلش، فالتواصل معاهم في الاول بجد بيكون حلو جدا ومهم جدا بالنسبه لك كواحد بيتعلم تركي. اولا عشان لهجتهم التركيه واضحه جدا، لان زي لسه ما قايل هم اصلا جايين عارفين تركي لان لغتهم الام اصلا بتكون قريبه جدا من التركي. الحاجه التانيه ان اغلبهم بيكون عارف انجلش، فانت مثلا لو عطلت في حاجه معينه وانت بتتكلم تركي هتتكلم بالانجلش او تعبر عنها بالانجلش يعني. فساعتها انك هتعرف انك تطور من التركي، وفي نفس الوقت ايه، مش زي ما انت مثلا بتقعد تتكلم مع حد من اهل البلد نفسها، لما تعطل في الكلام هتفضل واقف مبلم كده تهز راسك، فمش هتعرف انك تتكلم يعني او تعرف تكمل كلامك. بس بعد فترة معينة من التعامل وكده،
انت لما تحس اللغه بتاعتك بقت مثلا متوسطه، حاول انك تبدا انك تعمل علاقات مع ناس اتراك وكده. بس كده تقريبا خلصنا كل حاجه فيما يخص العلاقات الاجتماعيه عامه في تركيا اول ما تيجي يعني وكده. طب احنا خلاص كده اتكلمنا عن الجانب الثقافي، الجانب الاجتماعي. نتكلم بقى عن الجانب الديني سريعا كده، عشان تكون فاهم كل حاجة وما تتصدمش عامة يعني لما تيجي. هي طبعا تركيا دولة مسلمة، نسبة المسلمين فيها حوالي 98%. المساجد تقريبا في تركيا منتشرة في كل حتة. الباك جراوند بتاعتي مسجد يعني، وما قصدتهاش يعني، هو المسجد قدام السكن بالظبط. فهو تقريبا في كل شارع في مسجد أو مسجدين يعني. بالنسبة بقى للشعب وعلاقته مع الدين وكده، انا مش طالع طبعا احكم على شعب كامل عامه من كام تجربه شفتها قدامي يعني. بس اللي هقوله لك يعني، اعتبر انك رايح دوله اوروبيه عادي جدا يعني، وما تحطش توقعات عاليه في دماغك وكده، وتتعامل على الاساس ده انك فعلا رايح يعني دوله اوروبيه يعني في اغلب الحاجات اللي انت ممكن تشوفها. فانت في الاول والاخر لازم تتمسك بدينك كويس مع نفسك. اظن الرساله وصلت يعني خلاص تمام. ده بالنسبه للجانب الديني، قلت اتكلم عنها سريعا برضو عشان اكون مغطي كل الجوانب يعني. خلينا بقى نتكلم عن حاجه خفيفه كده، تقول لي جانب ثقافي وجانب اجتماعي. كلمنا عن الاكل يا عم، انا جاي تركيا عشان اكل. حاضر يا سيدي، عينيا الاثنين. مبدئيا بما ان تركيا دوله مسلمه، فالاكل في الماركت او في المطاعم وكده حلال بنسبه 100% يعني. تقريبا ما قابلتش حد مثلا بيقول لي اكل لحم خنزير بغلط يعني، فما تشيلش هم النقطه دي. وطبعا برضه قبل ما تاكل اي حاجه بص مكتوب عليها ايه يعني، اعرف انت تاكل ايه بالظبط يعني. ف- بالنسبه بقى لاكلات الطب التركي، انا مش هتكلم عليها عامه يعني، فيديوهات الاكل ماليه اليوتيوب عن الاكل التركي وكده، فروح شوف انت يعني. انا بس هتكلم عن اشهر الابلكيشنز اللي انت ممكن تطلب منها اكل من تركيا. انا عامه عرفت الابلكيشن ده بعد ما وصلت تركيا تقريبا بشهر يعني، فانا هقول لك من دلوقتي واحط لك اللينك بتاع الديسكربشن. طبعا اكل في تركيا يعني الابلكيشن بتاع يمكس بيتي يمكس بيتي. Eksepeti yanında, aklındaysa kapında. ده اول ابلكيشن اللي هو يمكس سيبتي، اللي هو معناه ثابت الاكل يعني. هحط اللينك بتاعه في الديسكربشن يعني، وخش من اللينك اللي انا حاطه لك يعني، عشان تكسب انت كود خصم وكده، وانا اكسب انا كمان كود خصم خلاص. الابلكيشن التاني هو ابلكيشن جيتر. انا بصراحه ما جبتش منه قبل كده، بس اغلب الناس بتجيب منه بقاله، بتجيب منه حاجات برضه، فهم دول تقريبا اشهر اتنين ابلكيشنز يعني الاكل في تركيا. بس هنتكلم بقى عن الخدمات، ودي بصراحه بالنسبه لي من اقوى الحاجات اللي موجوده في تركيا، سواء من ناحيه التامين الصحي، وسائل المواصلات، وفره الانترنت، السكن اللي بيتوفر لك. وتقريبا سالت كل اصحابي من كل المدن، وغالبا كلنا متفقين على حته الخدمات انها كويسه جدا في تركيا يعني. بالنسبه للتامين الصحي، انت بعد ما تيجي تركيا بشويه انت بيكون مطلوب منك مجموعه اوراق كده هتقدمها، وبعدها بيطلع لك التامين الصحي على طول. ولو انت مش جاي منحه انت هتدفع برضه مبلغ معين. طبعا بيختلف التامين الصحي دي هل هو حكومي ولا خاص. بصراحه مش عارف المبلغ بتاعهم بالظبط. بس بتدفع مبلغ معين، ولو قدر الله يعني مرضت في اي وقت يعني، تقدر انك تروح تكشف ببلاش، تروح تصرف علاج بمبلغ بسيط جدا من مبلغ العلاج يعني. فدي حاجه بصراحه كويسه جدا بالنسبه لي يعني. انا في ايام جت عليا كنت تعبان فيها جدا، كان عندي برد شديد وكده، الدكتور تقريبا صرف لي 5 علاجات يعني. حرفيا المبلغ اللي دفعته ما يجيش اصلا نص حتى علاج واحد فيهم يعني. دي حاجه بصراحه جميله جدا يعني. بالنسبه بقى لوسائل المواصلات، دي بتختلف من مدينه للتانيه. يعني مثلا المدينه بتاعتي فيها ترام، فيها اتوبيس، بس يعني في اسطنبول مثلا في حرفيا كل وسائل المواصلات اللي ممكن تتخيلها او ما تتخيلهاش يعني، في وسائل مواصلات مركبه يعني، زي المتروبوس مثلا، لو حد بيشوف فيديوهات تركي هيعرفه اكيد. في كل مدينه بيكون متوفر نوع كارت معين. طبعا بيكون في كارت سياحي، كارت طلاب، كارت خصم كده. طبعا حاجه زي دي لما تروح البلد نفسها انت بتكتشف بقى كل الحاجات دي، وايه الابلكيشن اللي بتستخدمه، والباقات بكام، وكل الكلام ده. بالنسبه بقى للانترنت، حرفيا في اي مكان بروحه بلاقي فيه اوبن واي فاي او انترنت مفتوح يعني. يا دوبك بس بسجل بيه الرقم بتاعي او رقم الهويه بتاعتي، او اللي هو الكيمليك نومرس، او الفورين اي دي نمبر يعني، اللي هو بيكون مبعوت لك على الايميل بتاع المنحه يعني، قبل ما انت تروح تركيا. الرقم ده مهم جدا جدا، هو زي كده الرقم القومي بس في تركيا يعني تمام. المهم نرجع لموضوعنا. فالإنترنت موجود في السكن، موجود في الجامعة، موجود في المواصلات، موجود في إنترنت حتى تبع الحي اللي أنا فيه. فعارفين في كل مكان في إنترنت يعني. مش عارف بصراحة ده موجود في كل مدينة ولا إيه، بس غالبا يعني. فعشان كده بصراحة أنا مش بضطر إن أنا أشحن باقة معينة. ممكن بس في أول فترة أنت هتيجي فيها في تركيا هتضطر إنك تشحن باقة، عشان مثلا لو تهت في البلد فهتعمل إيه، محتاج جي بي إس طبعا. فساعتها أنت ممكن مثلا تحتاج إنترنت في أول 3 أسابيع، في أول شهر أول ما تيجي تركيا يعني. بالنسبة لأشهر الشركات اللي موجودة في تركيا لخطوط التليفون يعني او النت يعني، عندك تورك سيل، تورك تيليكوم، عندك فودافون. فعامة دور انت في الشركات وجيب من الشركة اللي انت ترتاح لها.
طبعا لو معاك خط فودافون مصري هو هيشتغل برضه معاك هنا. تقدر انك تستقبل عليه رسائل، بس طبعا ما تقدرش تعمل منه مكالمات نهائي يعني، لانك انت بتتعامل بيه هنا على ان هو خط دولي. لان شركه فودافون المصريه غير شركه فودافون التركيه غير اي شركه فودافون في العالم يعني. وصلت المعلومه دي يعني. فانت لما تجيب حتى خط فودافون من تركيا هيكون برقم تركي، وهتشحنه باقه تركيه، ملوش اي علاقه بمصر. اتكلمنا كتير قوي عن موضوع الانترنت، بس الفكره ان الاغلب بيسال عنه، فقلت ما اسيبش اي حاجه حرفيا اعرفها غير لما اقولها في الفيديو ده يعني. الحاجة الأخيرة بالنسبة للسكن اللي أنت هتروح له، بصراحة السكن بيكون مقبول جدا ونظيف جدا. بيكون في عمال كتر خيرهم يعني بينظفوا كل يومين ثلاثة. فالسكن بيكون كويس جدا يعني. أنت بيكون معاك ثلاثة أو أربعة في الأوضة على حسب برضه نوع السكن يعني عامل إزاي. دي ممكن حاجة تضايقك شوية في الأول، بس مع الوقت هيتعود على النظام ده يعني. كذلك السكن بيوفر أكل وجبتين أو ثلاثة في اليوم، بتختلف برضه من سكن للتاني. طبعا في ايام ممكن ما يعجبكش الاكل قوي، فتضطر انك تجيب اكل من بره من الابلكيشنز اللي لسه قايل عليها فوق. طبعا ارخص حاجه انت ممكن تجيبها هي الشاورما التركي، او الحاجه الوحيده اصلا اللي انا بجيبها يعني. برضو لو في مطاعم جنبك سوريه، ده اوبشن لذيذ برضو، انت ممكن تجيب منه في بعض الاحيان. هي بصراحه بتكون غاليه شويه يعني، بس انا ممكن اجيب منه مره في الشهر كده، بيكون الاكل بتاعهم هايل يعني. طيب بالنسبه بقى لغسيل الهدوم، انت عندك اوبشن من اتنين. اول حاجه، يا يكون في مغسله اصلا عندك في السكن، فتقدر انك تاخد هدومك وتوديها لهم وخلاص الموضوع انتهى يعني. الاوبشن التاني، ان هو بيكون في مكان في المدينه بتاعتك بتروح لهم بشنطه هدومك وتغسل الهدوم عندهم يعني. هما بيكون عندهم مجموعه كبيره يعني من المغاسل. جمع غساله، غسالات كتير يعني، هي دي. بتودي له الهدوم، بتسجل بياناتك وكده، وبعدها بشويه بيومين مثلا او بعدها بيوم، او ممكن كمان في نفس اليوم يعني، حسب الوقت اللي انت بتوديه لهم يعني فيه. وبس، وبترجع تاخد الهدوم وبتروح السكن بيها يعني. بس مش عارف بصراحه هل ده موجود في كل مدينه ولا لا يعني. وبكده اكون اتكلمت عن كل حاجه بالنسبه للخدمات الموجوده في تركيا. ممكن اكون نسيت حاجه معينه، فلو نسيت حاجه معينه وانتوا عايزين تعرفوها ممكن تكتبوها في الكومنتس يعني، وان شاء الله هرد عليها على طول. خلينا نتكلم عن شوية تيبس كده أو نصايح أنا شايفها مهمة جدا بصراحة، هي ممكن تكون بديهية لبعض الناس، بس مفيش مانع إن إحنا نذكرها برضه. أول حاجة، خلي كل أوراقك المهمة، سواء الشهادات، المستندات، الباسبور، الإقامة بتاعتك، خليهم كلهم كده في فايل أو دوسيه واحد معاك، وحطهم كده في مكان آمن، عشان بجد الحاجات دي مينفعش إنها تضيع منك. اللي ضاع منه حاجة زي كده بجد صرف كتير قوي، وحتى لو ما صرفش كتير أخد وقت كبير قوي عشان يرجعهم. فحافظ على كل الحاجات دي في مكان آمن عندك، بحيث إن هم فعلا ما ينفعش يضيعوا. بالنسبة لتاني حاجة، حاول أول ما توصل تخلص كل أوراقك على طول. أنت بيكون عندك إقامة، عندك تأمين صحي، عندك تقديم في الجامعة، تقديم في معهد اللغة، عندك كمية مشاوير محتاجة تتعمل، فحاول أول ما توصل تخلصها على طول يعني. تالت حاجة، لما تستلم إقامة تركية خليها معاك في أي مكان، عشان لو حد مثلا وقفك في الشارع زي ضابط مثلا وكده، توري له الإقامة يعني، ما بيكونش في عندك أي مشكلة. وبرضه اعمل لكل الاوراق بتاعتك سكان، بحيث مثلا لو انت نسيت الاقامه التركيه في السكن ولا حاجه، فانت هتوري له الاقامه من على الموبايل، هيعمل لها هو هيشوف الرقم بتاعها اللي هو الفورين اي دي نمبر اللي لسه قايل عليه من شويه، وبس هو يتعرف عليك وكل حاجه يعني. رابع حاجه والاخيره، حاول انك تهتم قوي باللغه يعني، حاول تقرا وتسمع تتكلم بيها مع اللي حواليك، حتى لو هتقول اي كلام، بس المهم انك بتعرف انك توصل الفكره بتاعتك. لان صدقني كل ما كان تعلمك للغه اسرع، كل ما في حاجز هيتكسر بشكل كبير قوي يعني، مش هيكون عندك مشكله عامه في التعايش مع بلد يعني، مجرد انك تخطيت الحاجز بتاع اللغه ده. حاجه اخيره مهمه جدا قبل ما ننهي الفيديو ده، اللي طلع في وشي ده مش علامه صلاه، اللي طلع في وشي ده دي خبطه خبطها اول امبارح، عشان بس لسه في حد قال لي ده علامه صلاه. لا بجد بقى، الحاجة الأخيرة وهي حاجة مهمة جدا، قبل ما تشتري أكل أو تشتري لبس أو أي حاجة أنت بتشتريها، شوف الأول الحاجة دي مقاطعة ولا لأ. دلوقتي حرفيا في تركيا بقى في بديل لكل حاجة، يعني مثلا البيبسي، الشيبسي وكده، كل حاجة موجود منها اللي مش مقاطعة يعني. فقبل ما تشتري أي حاجة، شوف الحاجة دي مقاطعة ولا لأ، وفي لستة كبيرة أوي أصلا أنا حتى معايا لحد دلوقتي يعني، وأنت لو دورت عليها أصلا هتلاقيها، هتشوف ايه الحاجات اللي مقاطعة وايه الحاجات اللي لأ، فأنت تحرر الحاجة قبل ما تدفع فلوس فيها يعني. وعلى فكرة في جانب مهم جدا انا ما اتكلمتش عنه، واكيد انتوا خدتوا بالكم، وهو الجانب المادي. اسعار كل حاجة، وانا محتاج قد ايه في الشهر، واشتري حاجة منين وكده. فده هتكلم عنه ان شاء الله، بس في الفيديو الجاي بالتفصيل بقى الممل يعني، وازاي انظم فلوسي بقى في الشهر، لان المرتب ممكن يكون مش كله بيعرف ان هو ينظم فلوس فيه بيه يعني. فان شاء الله برضه هتكلم على النقطة دي. فلو انت عايز الفيديو ده بقى ينزل على طول كمان يومين ثلاثة كده، انزل اعمل لايك حالا بقى واشتراك في القناة، عشان اول ما الفيديو ينزل يوصلك على طول. ولو عندك اي سؤال عايز تساله لي، اللينك بتاع الانستجرام بتاعي في الديسكربشن،
اعمل لي فولو هناك وخلينا نتكلم مع بعض هناك. وبس كده، كده نكون خلصنا الفيديو كله. استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو كان خفيف ومفيد ليكم. وبس كده، مع السلامة.